الورقه اللي انت شايفها دي 100 جنيه. تعال نقطع ال 100 جنيه دي 3 تقطيعات على 3 وجبات في اليوم، يعني اب وام ومعاه طفل واحد بس. تعالى كده الصبح نفطر، هنجيب ايه؟ هنجيب 5 جنيه فول، 5 جنيه طعميه، 5 جنيه عيش، وطبق سلطه. هنقول 20 جنيه، هنقول 20 جنيه، يعني ال100 بقى منها كام؟ 80 جنيه. هنخش على الغدا، هتعمل طبيخ رز وهتعمل خضار وهتجيب ربع كيلو بانيه، نص كيلو بانيه، نص كيلو فراك، ايا كان منهم هيخش لك في 40 50 جنيه. ما هو البانيه ب100 فالنص ب50، الوراك مثلا نص كيلو وركين ب40 جنيه، هتجيب 3 وراك ب50 60 جنيه، يبقى 60 جنيه. واحنا ما عملناش حساب الخضار بالفراخ بالكلام ده كله، قول 60 جنيه، يبقى 60 و20 80 جنيه. اتبقى كام؟ اتبقى 20 جنيه. هتتعشى؟ هتعشى اللي هو ايه؟ ب5 جنيه فينو و5 جنيه جبنه و5 بيضات، اصل البضايه ب2 جنيه، يبقى كده 20 جنيه، يبقى الاجمالي 100 جنيه. يعني معنى اصح انت محتاج في اليوم 100 جنيه، يعني في الشهر 3000 جنيه، وانت ما عملتش اي حاجه الا الاكل، ولا غاز ولا كهرباء ولا ميه ولا مواصلات ولا حد تعب ولا اي حاجه. هيجي واحد يقول لي هو انا كل يوم اكل فراخ ولحمه؟ لا مش كل يوم، بس في يوم مش هتاكل فيه او يومين او 3. الخضار والرز والسمنه والزيت والحاجات دي كلها مش بفلوس، هتعمل لك 30 جنيه، برضه بتتكلم في 90 جنيه او 80 جنيه في اليوم. طيب يعني الرقم ده كل شهر؟ كل شهر. هنطلع مواصلاتك للشغل وهنطلع غاز وميه وكهرباء ان كان ايجار، يعني ماكسيمم كده انت عاوز لك 5000 جنيه وعندك عيل واحد. ايه يا تجار؟ في ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل في كل تاجر بيعمل في البني ادم كده. الدوله بتعمل اللي عليها على قد ما تقدر وبتحاول تعمل تحيا مصر ومبادرات، وانتوا كتجار حسب الله ونعم الوكيل. دي ما بقاش ليها لازمه، كان في يوم من الايام بتحل ازمه.